الثانية اللي عايز اتكلم فيها بوضوح تام في الحقيقة انه الجماعة الاسلامية لابد قدر الامكان لكي تدمج في النظام السياسي المصري وفي المجتمع المصري قبلها لابد ان تبتعد عن نفسها حتى لو مرة صغيرها من التيارات زي الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل او الاخوان نفسهم زي ما عذبوا ناس عند الاتحادية وقتلوا الحسين ابو ضيف وغيره. لابد هي بالذات بسبب هذا الميراث ان تنأى بنفسها عنه وان يتوقف اناس زي المهندس عاصم او غيره من قادة الجماعة الاسلامية او من قادة الحزب ان يتوقفوا عن هذا الكلام عن الالاف المحملة والالاف المجهزة وغيره. الحاجة الاخيرة عايز اقولها، هو بيتكلم عن الحوار. شوف، الحوار الوطني نحن في المعارضة الذين دعونا اليه، ونحن الذي دعونا الرئيس مرسي لأن يتصرف كرئيس لكل المصريين وهو لم يفعل. الشيء الحقيقي ان هذا الرئيس هو المسؤول عما يحدث الآن من عنف ومن توتر في الشارع. الناس بيقولوا انتوا لم تتركوه. انا عايز اسالك سؤال، جبهة الانقاذ دي وحشة في 60 في ماشي قول زي ما انت عايز. الرئيس مرسي وهو رئيس السلطة التنفيذية هل منعه احد من ان يبدأ اجراءات حقيقية للعدالة الاجتماعية؟ لا. هل في حد منعه انه هو يبتدي يحقق الحد الادنى للاجور؟ بلاش الحد الادنى، بيقولوا مش نداش موارد، الحد الاعلى للاجور يا سيدي. انا بلاش همنعك انك تتكلم اكتر من كده. 20 مليار جنيه 20 مليار جنيه كان يوفرهم سنويا لو تخلص من المستشارين اللي موجود دي، يفتح بيهم فرصه. المصانع نرجعها القضاء بتاعت الدوله. عايز اقول لك ده الرئيس الفاشل ده موضوع تاني وجماعته الفاشله ومن يناصرونهم هم المسؤولون عن العنف القائم في المجتمع، على فكرة وهم الذين يعطون غطاء سياسيا، هم الذين يقدمون غطاء سياسيا. بنعمل حلقه يا حسين وبعدين نرجع نكملها تاني. عايز اقول لك على حاجه محمود، التيارات اللي عمرها ما شالت سلاح ولا تعرف عنه سلاح دي اخر واحد يتكلم عنها انها طيب لا بتغطي العنف ولا بتتكلم عنه. اسمح لي بقى ان احنا نتكلم في ده في حلقه ثانيه مع بعض. انتوا اصدقاء وعلاقتكم بعض اصدقاء بس لكن ونحن اوفياء للشعب المصري. لكن في بينكم ويشهد الله ان انا الكلام اللي قلته له ويشهد الله والله العظيم ان الكلام اللي قلته له حماية امن واستقرار هذا الشعب. ويشهد الله ان انا الكلام اللي قلته للاخ اسامه النهارده الدكتور اسامه ولاخوانه والله العظيم انه صادق من القلب، لاني احب لهم ان يبقوا عند المصريين انهم رجاله ووعدوا بان يكونوا سلميين وسيستمروا سلميين، وهو كلام من القلب. ونحن سنظل سلميين